انتوا مش عارفين ان انا حرامي ولا ايه؟ دي واحدة من اهم الصور المعبرة على شواغل كثير من المصريين موجودين النهاردة داخل جمهورية مصر العربية وخارج جمهورية مصر العربية. السؤال الأهم الذي يجمع عقل وفكر المصريين جميعا، مين اللي عمل الحركة الحلوة دي؟ الإجابة محدش عارف. أستطيع أن أؤكد لحضرتك أن السيد مدير لا، سيد وزير الداخلية شخصيا بعت أهم رجاله علشان يروحوا يقعدوا في جهاز الأمن الوطني في الجيزة، في يعني الشيخ زايد، ومفتشين الأمن الوطني في القاهرة والجيزة والإسماعيلية والأقصر قاعدين هناك، والسادة رؤساء المباحث في محافظة اسكندرية وفي كل المحافظات قاعدين بيتكلموا بعض حول من هو الشخص الذي قام بهذا العمل. نفهم الأول مع بعض هو إيه الشاشة دي أصلا. الشاشة دي هي شاشة لواحدة من سلسلة معامل بتشتغل على بشكل طبيعي وبسيط، بتشتغل على فكرة التحاليل الطبية. وسلسلة المعامل دي علشان مشهورة عندها اسم تجاري طول الوقت بتسوق له، فأي فرع ليها بتحطه قدامه حركة دعائية واسعة علشان الناس تعرف ان انا اروح للمعمل ده اعمل التحاليل او اعمل الاشعة. 99.9 من هذه الشاشات سواء لهذه الشركة أو لشركات دعائية أخرى بتشتغل عن طريق إما التواصل المباشر، يعني بنجيب فلاشة، بنجيب سلكة، بنجيب حتة حديدة نحط عليها النوع المصور من المواد المصورة ونحطها على هذه الشاشة، أو بتوصل هذه الشاشة بالبلوتوث، أو بتوصل هذه الشاشة بالواي فاي، أو بتوصل هذه الشاشة بالإنترنت عبر شبكة من شبكات الإنترنت. في كل الأحوال هذه الشاشة لا تنشئ من نفسها الصور اللي بتحملها، وطول عمر هذه الشاشة ما هي شاشة حديثة بتحط طول الوقت إعلانات معمل ألفا والخدمات اللي بيقدمها. عايز تعمل اكس راي بتدفع كذا، تعالى اعمل اكس راي ونعمل كمان كشف على مثلا تحليل دم وتاخد تخفيض، حاجات بالمعنى ده. هناك شخص ما في جمهورية مصر العربية قرر انه يقدر يدخل على هذه الشاشات. بالمناسبة احنا ما بنتكلمش على هاكر روسي والموضوع مش صعب، الموضوع للناس اللي مركزة سهل، خصوصا انه هذه الشاشات زي الراوتر اللي عندك في البيت 99.9 محدش بيغير الكونفيجريشن، الاحداثات او الاحداثيات اللي بتيجي معاك جهاز. فالناس بتاخد زي ما انت كده بتروح شركة الانترنت تاخد الراوتر تحطه عندك في البيت، فاي حد عنده شوية فكاكة وفاهم شوية انترنت سيكيورتي، مش لازم يبقى في الدولة على فكرة، يخش عندك ويعرف انت بتشوف ايه وبتعمل ايه. طبعا الدولة بتعمل ده بس مش في البيت عندك، بتعمله بشكل رئيسي في شركات الانترنت. انا بحاول بقدر الامكان اوضح لكم فكرة بسيطة خالص هو ازاي ممكن اختراق هذه الشاشة. القصة ليست معقدة، واي طالب حاسبات ومعلومات في سنة اولى يعرف يعملها. يعني ما فيش بقى فريق عمل CIA موساد افريقي شغالين في الموضوع. القصة محتاجة تعرف احداثيات الشاشة دي، على فكرة ممكن تعرف الاحداثيات من النوع ودي حكاية معلنة، لو انت لفيت ورا الشاشة دي هتعرف تجيب نوعها وممكن جدا توصل للاي بي ادريس بتاعها. القصة ما هياش معقدة تكنولوجيا. التعقيد الحقيقي في الفكرة اللي ما وراء الشاشة، وهو انه الشخص ده عنده رسالة سياسية قرر ان يشارك المصريين فيها
على طريقة فيلم في فور فانديتا، ريمبر ذا 5 of November. تذكروا الفيلم الشهير في فور فانديتا، تذكروا اليوم الخامس من نوفمبر، اليوم اللي قرر فيه فانديتا الشخصية الأهم في الفيلم انه يعمل الثورة، واستغل الشاشة عشان يوصل الرسالة. طبعا استغل الشاشة بتاعت التلفزيون يعني بتاعت الحكومة عشان يعمل الثورة وينشر الرسالة اللي أهم حاجة فيها أمرين. الأمر الأولاني أن يقيس رأي عام المجتمع، وهل المجتمع ما زال واقف مع عبد الفتاح السيسي ولا لأ؟ والإجابة عندكم في التعليقات. تقدر أنت تشوف أي حد ناشر ده أو أي حد بيتكلم عن فيصل وترى التعليقات بنفسك، عشان بشكل علمي بسيط يعني تكتشف أن شعبية عبد الفتاح السيسي لو كانت في سنة 2014 90%، فالنهاردة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 5%. الحاجة التانية أن الشخص ده هو طبعا شخص ذكي حب يعملها، هو أن يؤكد رسالة سياسية يشترك فيها المصريين كلهم. إيه؟ إحنا قرفانين والوضع مش عاجبنا. مفيش حد من الناس إلا قلائل من ال 120 مليون ما يطلعوش 2000 واحد قرر إنه ده عيب وحرام وما ينفعش نعمل كده. اللي ما اتريقش قال والله كويس ربنا يوفقه. وبهذا القياسين الشخص اللي عمل ده عايز يقيس هل النزول للشارع، وانا راجل بقى قديم في الشغلانه دي فاسمع مني، هل النزول للشارع سلعه مطلوبه ولا مش مطلوبه؟ في تقديري هو في القياس الاول حول الراي العام وكسر الخوف نجح. وحجم يعني قدرة عبد الفتاح السيسي على إقناع الرأي العام بسياساته أو بوزراء أو بحكومة أو باختباط نجح تماما في اكتشاف حجم تأييد عبد الفتاح السيسي النهارده. في القطاع الثاني ما نجحش، وفي الفكرة الثانية ما نجحش، اللي هو بتاعت والله يا جماعة أنا عايز أشجعكم. الناس ما تشجعتش. تعالوا نشوف مع بعض خبر بيقولوا فيه انه حصلت عمليات اعتقالات عشوائيه في شارع فيصل. في عزاء او حاجه؟ لا. طيب، في اعتقالات عشوائيه في شارع فيصل. طبعا هو اللي حصل تحديدا حصل قبض لكل العاملين في معمل الفا، وتقريبا شركه الانترنت اللي بتشغل الشاشات دي حصل فيها تحقيق، وعدد من المطاعم اللي حواليه. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين الساده الضباط ناشرين او بيحاولوا بقدر الامكان يعتمدوا على كاميرات المراقبه اللي موجوده في المحلات والبيوت، فبيحاولوا بقدر الامكان يمسحوا المنطقه عشان يعرفوا مين مسجل ايه ويقدروا يشوفوا. هم متخيلين انه في شخص وقف كده عمل للشاشه كده هوب كلوب الموضوع اشتغل. طبعا ده خيال. هيكتشفوا ان الحكايه مش كده. لكن انتوا لازم تثبتوا للشخص الشجاع جدا او المجموعه الشجاعه جدا انه تعمل لهم ايماءه كده. لازم تعمل لهم كده ايه كده، يعني الضحك بس مش كفايه، بس كمان ما تتورطوش في ان انتوا تقولوا يلا احنا نعمل كده احنا كمان، عشان ده هيؤدي الى حبسكم. دي دوله بتفحص الانترنت كل يوم تشوف مين كتب ايه. خليني اذكر لحضراتكم فكرتين او تحديثين تاريخيتين في التاريخ السياسي القريب المصري لاشخاص كلهم عايشين في هذه اللحظه عملوا نفس الفكره. بالمناسبه التكنيك ده جاي من كتاب جين شارب واسمه الفلاش موب، يعني ده تكنيك مدروس ومعروف ومقروء وممكن الوصول ليه، ده مش حاجه جديده ولا حديثه. تذكروا معايا صفحه كلنا خالد سعيد واكاونت الشهيد على تويتر اللي في النهايه اكتشفنا المسؤولين عنهم هو السيد عبد الرحمن منصور والمهندس وائل غنيم، شخصيه مش اكتر. لكن قلبوا مصر، شباب صغيرين اذكياء مش عاجبهم الوضع،
في منهم ملايين في مصر النهارده، ملايين. الحادثه الثانيه لما الناس صحت من النوم الصبح لقت صور لحمله تأييد للواء عمر سليمان مرشحا لرئاسه الجمهوريه، وكانت موجوده في الانفاق، ما اعرفش استاذ احمد فاكرها ولا لا. كانت موجوده في الانفاق اللي في منطقه شرق القاهره عشان بتوع الاجهزه الامنيه يشوفوها تاكيدا، وكان اللي وراها شخصين من القيادات الشبابيه الطلابيه منهم احمد صلاح وشادي حرب. دي حملات ما وراهاش تنظيم، ما وراهاش موضوع، ما وراهاش جماعه، وراها شباب اذكياء قرروا في لحظه من اللحظات ان هم يوصلوا رساله عامه للمجتمع يشوفها الجميع، خارج عن الاحزاب السياسيه، خارج عن الجمعيات الاهليه، خارجه عن التلفزيونات والراديوهات، خارجه عن كل شيء في المجال العام. الدوله ماسكاه. الدوله مرعوبه؟ طبعا ما عنديش شك في كده. بس سبب رعبها الرئيسي مش بس خوفهم ان المصريين هيوافقوا على هذه الرساله وينزلوا ينفذوها، لا. رعبهم الرئيسي انك لا يمكن تحبس 120 مليون مواطن وتعمل لهم ناظر مدرسه وتتخيل ان هذه المدرسه هتمشي بنجاح. طول الوقت المدرسه اللي اهلها وشعبها مقهورين هتعمل حركات اعتراضيه. الخطر الاكبر هو في الفراغ السياسي في مصر. خطر على النظام وخطر على المصريين.